رجعنا تاني مع حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب عيد فطر سعيد عليكم وبلدنا واللمه الحلوه بتاعت المصريين في كل بيوت مصر. كل المشاهدين اسمحوا لنا نرحب بالشيف امينه عامر. اهلا بيكي يا امينه، اهلا بحضرتك منورانا. حبيبتي، ربنا هنعمل ايه يخليك. النهارده؟ طبعا اللي هذا العيد يطلق عليه سمك. عيد الاسماك، رنجه جدا. بقى واسماك بيبقى هنعمل ان خارجين شاء يعني الله. زهقانين من اللحوم. جدا بقى، فكله أي. بيتجه بقى لحاجتين، يا اما السمك المملح او السمك العادي بقى بتاعنا باي طريقه بقى احنا اه نحبها. اه احنا النهارده ان شاء الله هنعمل سمك بولتي مقلي. مهم. ممكن بقى نعمله باي شكل تاني، عايزينه في الفرن، عايزينه صينيه، براحتنا. تمام. وهنعمل سلطه تونه مهم. ورز صياديه. طب يلا نبدا. اول ما يلا. تبداي بقى وتقولي المقادير، المقادير عندك مش كده؟ خدي اه المقادير اهي هنبدا. تمام. واحنا كمان معانا معلومات حلوة جدا عن الاسماك وعن الفراولة وعن كمان الكيوي. عايزين نقول ان احنا في العيد كمان بنستقبل كل حبايبنا في بيوتنا، ونبقى سعداء جدا بيهم. وطبعا احنا لينا كده عادات حلوة، زي الترمس، زي الملانة، زي حاجات كده خاصة بينا احنا في العيد، اللب وسوداني، الحاجات دي بتستقبل بيها ضيوفنا واخواتنا واصدقائنا، وبتبقى اللمة حلوة جدا في العيد. ويا رب دايما ملمومين كل بيوتنا عز وفرحة وسعادة. كل المشاهدين، عندنا فوائد بقى اكل السمك في طبعا بعد شهر كامل في رمضان شبعنا لحوم، هنغير بقى يا اما اسماك يا اما رنجة. الاسماك بقى مصدر غني جدا بالاوميجا 3، وكمان تناول السمك بصوره منتظمه بيساعد على علاج بعض الالتهابات والاكتئاب، وكمان نوع مهم من البروتين الموجود في لحوم الاسماك ومفيد جدا لمرضى القلب. كمان الدراسات اثبتت ايه بقى الحديثه؟ ان تناول الاسماك الزينه، لا عفوا، تناول الاسماك الزيتيه مثل السلمون والتونه بيساعد بشكل كبير على تخفيض وتخفيف اعراض الربو وحساسيه الصدر. وايضا من فوائد السمك انه بيقي الجسم من السرطان ويساعد على التوازن في مستوى السكر في الدم. ده بالنسبه لايه؟ لاول معلومه بالنسبه لنا. شيف امينه عملنا ايه؟ اتفضلي. احنا الاول حطينا الزيت، مم، تمام. مم. هنحط معاه يسخن، تمام. هنحط هنا. احنا مسخنين اهو الحله مع مسخنين حضراتكم الحله. ومع استاذه ايمان اهو. تمام. فاحنا تمام. وفي ايه الليمون ده؟ هنحط بقى ليمون. آه ليمون. واحده لومين ناشف، ماشي اليمين تمام. اوكي. وعود قرفه مهم. وقرنفل ورق لورا حلو قوي. وشويه سكر صغيرين مهم. بس علشان ما يبقاش حامي علينا. تمام. سكر. تمام. شويه سكر تمام. صغيرين. هنحط هنا البصل. اوكي. تمام. نقلبه بس يسخن كده شويه. تمام. هنعمل رز الصياديه تقريبا، صح يا نونو؟ رز الصياديه. رز الصياديه. طيب معروف قوي اسكندرانيه بالرز الصياديه الجميل، وليهم كده طبعا يعني مقادير معينه. احنا النهارده هنعمل ده هو نفس المفروض الطعم. البصل وتوم بس. مهم. بس مم. بقى مم. اللي بندخله يعني دي تمام. حاجة إضافة، اللي هو القرنفل واللومي مهم. والعود القرفة اللومي اللي هو الليمون المجفف، والليمون المجفف، اللي هو الناشف ده، الأسود ده. بيدي ريحه بيدي حلوه قوي نكهة. في اه في الرز اللي هو بتاع الصياديه. اه تمام. المقادير تمام. مع حضراتكم حالا تنزل لنا مع مخرجاتنا العزيزات اهو. المقادير بتاعتنا قوليها بقى يا شيف امينه. المقادير مهم. دلوقتي هيبقى معانا رز مصري طبعا تمام. على حسب افراد البيت. تمام. تمام. بصل، توم، ملح، كمون، مم. شطه حسب الرغبه، مم. زي ما احنا حابين. تمام. وقرفه وقرنفل ورق لورا وشويه سكر صغيرين. مهم. وطبعا القرفه والقرنفل مش بنكتر فيهم علشان بس ما يعملش مراره في الاكل، هو بس احنا عايزين النكهه بتاعته. الطعم والريحه بس. الطعم تمام. والنكهه، مش اكتر من كده. تمام. عندنا كمان مع حضراتكم فوائد الفراوله. الفراوله بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامين ج اللي بيساعد على تقويه المناعه، والفسفور المتواجد في الفراوله ويساعد ايضا على تحسين الهضم ويقي من السرطان وينظم مستوى الدم، مستوى السكر في الدم، ويساعد على انقاذ الوزن. ده بالنسبه للفراوله. لكن ليها اضرار طبعا، الناس اللي عندها حساسيه تستبعد خالص الفراوله عشان ده بيأثر عليها. نرجع تاني للشيف امينه عامر. عملنا ايه يا امينه؟ او احنا دلوقتي كده حاطين تمام. البصل، عايزينه المفروض ان هو يكرمل شويه. تمام. تمام. الكرم يعني يبقى لونه اصفر سده كده، صح؟ لونه اصفر ذهبي. او داخل على اه بني كده بس. تمام. علشان يخلي لنا الرز بتاعنا صياديه. بني. تمام. ايوه الصياديه. تمام. احنا هنا هنحط ده ايه؟ ايه؟ توم، توم. وعليه فلفل رومي. فلفل رومي اخضر. تمام. فلفل رومي تمام. اخضر. تمام. في بقى احنا مثلا لو حابين نحط له طماطمايه كمان، في ناس بتحب مم. تبشر له طماطمايه تحطها. تمام، ده بيبقى حلو جدا. اه. وفلفلايه رومي برضو صحيحه، مم. برضو بيبقى ظريف في الاكل. احنا المفروض ده كده بيتحمر. مم. تمام. ونحط الرز زي عليه. هو في بقى حاجتين علشان التفاصيل بقى. مثلا في التفاصيل. حد مش بيحب البصل، عندنا اولادنا مثلا مش بيحبوا البصل مهم. ومش عايزين كل ده.
نحط الميه تمام، مقدار مثلا كوبايتين ميه، ايوه. او على حسب برضو احنا هنعمل رز قد ايه. يغلي 5 دقايق كده، وبعد كده نصفيه. ما عندناش مشكله في البصل يعني ياخد بس اللي والحاجات، هي الريحه النكهه، بتاعت البصل فقط. الريحه اه. تمام، بس حاضر، اوكي. وكمان علشان بس البصل ده مفيد جدا ما يعني. هو بقى في يعني اطفال اعتقد او لا، في حد اللي كبير. بيحبوا البصل مش ني بيحبوه في الاكل على فكره. هو والله انا عندي كده يعني. ما هو هم مش مش بيحبوا كله. البصل مع الرنجه ومع مش عارف ايه، انما بيحبوا البصل عادي في الاكل مع مع الخضار هو فده مش مش كله، هيبان. مش هيبان، بس هو مش اه. كله بقى. وفي امم. ناس بتحب نكهة البصل في الرز، تمام. فيبقى تمام معاهم. تمام. تمام. احنا طيب. هنا ممكن دلوقتي ايه، نحط عندنا الرز كمان كده. فوائد الكيوي هنقولها قبل ما الشيف امينه عمل تخلص لنا الجزئيه بتاعت الايه، الرز الصياديه. عندنا بقى الكيوي بيعمل ايه بقى؟ الكيوي غني جدا بفيتامين سي والالياف ومضادات الاكسده، مما يعزز المناعه ويحسن الهضم ويحمي صحه القلب والبصر اللي هو طبعا العين يعني، وتناولها بانتظام يساعد على تخفيف الربو ضغط الدم. الكيوي طبعا بفيتامين سي. احنا عندنا يعني ايه عقيده كده زمان انه البرتقال هو اقصى حاجه فيتامين سي، لا، الكيوي بيبقى ازيد منه، وكمان الجوافه نسبه الكالسيوم فيها عاليه جدا جدا جدا. ده بالنسبه للكالسيوم. احنا كده خلصنا معلوماتنا اللي غاده كاتباها لنا، ودايما بنفكر حضراتكم بعيد الفطر الجميل ينعاد عليكم بكل الخير. كمان معانا خلصنا يا أمين؟ اه خلصنا. تمام. واحنا المفروض احنا بقى خلاص صفرنا بس البصل اه البصلايه وحطينا على الحاجه دي عليها والرز. بس، يعني اللي احنا مقدار قلناه. الميه على حسب طبعا كميه كام الرز اللي احنا بنعملها. بالكوبايه صح؟ انت بالكوبايه. من مدرسه الكوبايه؟ لا انا مش من مدرسه الكوبايه، انا من مدرسه المعيار العادي اللي هو ايه، حسب اشوف الرز. الاحساس. ايوه، اشوف الرز اه قدامي اشوف كده الرز اه وخلاص. وبعدين كل واحد بيبقى ايده عارفه هو بيحط ايه. بس في تمام. ناس طبعا بالكوبايه. بالكوبايه هو ده مثلا هياخد له كوبايه ونص تمام. عشان يبقى تمام. مفلفل، ما يطلعش معجن، والدنيا خلاص تبقى تمام ده كده رز، مظبوطه. احنا خلصنا الرز اه السعوديه. نبدا بقى بحاجه تانية. هنبدا ايه تاني هنبدا ان شاء يا الله امينه؟ اتفضلي. تتبيله السمك بقى البلطي. مهم. تمام. احنا هنا عندنا سمك بلطي او مهم. بوري، اي نوع سمك احنا بنحبه مم. ما فيش فيها مشكله خالص. بس البوري مش بيتحمر، لا البولتي هو بيبقى يتحمر. صينيه. اه يعني انا اه بتكلم اه ايه في تتبيله السمك نفسها، اه ان اه هي اي نوع سمك هتمشي معايا، حتى لو تمام. جمبري، حتى مم. اي حاجه. دي ان تمام. جنرال كوكينج. اه اوكي. دي الاساس. تمام. هنقول توم، فلفل رومي، مم. ملح، كمون، وبرده مهم. شطه حسب ايوه. الرغبه. مم. عايزين مثلا ان احنا نعزز اللون شويه، ايوه. ممكن نحط بابريكا، مم. ما فيهاش مشكله، هي مش هتغير يعني من البابريكا الطعم تمام. ولا حاجه. اه مهم. اه وكمان وكمان والله العطاره يا امينه خلت لنا الدنيا زي جميله يعني. اه جميله اه. العطاره يا جماعه تنزل عند العطار او تنزل عند اي سوبر ماركت تقول له انا، تلاقي كده ايه كل حاجه مكتوب عليها: الفراخ، الفته، فته الشاورما، الحواوشي، الاسماك بكل انواعها، في ليهم بهارات. وكمان فده طبعا بيخلي ريحه المطبخ حلوه لا يعني. وكمان السمك، يعني احنا لو في حد مثلا مش عارف المعيار مم. في البيت، او مهم. مش عارف يحط ازاي، مم. ممكن نجيب تتبيلة السمك تمام. جاهزة، دي بتوفر وقت جدا. مقادير السمك ايه عندنا؟ قوليها بقى، اتفضلي. آه مقادير السمك زي ما بقول، هنجيب برضو السمك على احنا حسب معانا افراد المقادير اهو. البيت. تمام. اقولها تاني. تمام. مهم. هنقول هنا توم، مهم. فلفل رومي، ملح، مم. كمون، شطة. مم. وطبعا هنحط خل وليمون، زيت لا. الاتنين مع بعض، خل وليمون. تمام. ما اصل مش بيبقى كتير، يعني هو مثلا معلقة خل، معلقة ليمون، مع تمام. ليمونتين اه تمام. تمام. بصوا ونبدا احنا نتبل دي تتبيله اللي امينه بتقولها لنا لكل انواع الاسماك. تمام. حلو. ثانية نحط واحدة. كمون، دايما السمك بيحب كمون، ما الكمون هو صح؟ السمك بيحب الكمون. الكمون كمون وشطة برضو حسب الرغبة. بس احنا هنا بس ايه، طبعا يستحسن ان احنا نجيب السمكية الوسط، مم. بلاش الكبيرة. عشان هتبقى تستوي. عشان اه تستوي، عشان كمان تمام. محدش وطعمها. لو يعني مش بياكل قوي، حرام يعني مم. تتساب. وطبعا بلاش الصغيرة برضو، هو الوسط بيبقى احسن حاجة. طبعا هو هنكون الوسط منضفينه كلها حلو كويس. والله. والله طبعا. وسطيه جميله. طبعا اتفضلي. هنكون منضفين السمك كويس من جوه ومن بره، وهنعمل له زي فتحات هنا عشان التتبيله تدخل فيه من كل حته، مهم. وكمان يستوي، يعني يكون السوا بتاعته دخلت فيه. بصوا احنا هنعمله تسلم كده، ايدك نحاول حلوه. ندخل مهم. التتبيله هنا. مم. برضو طبعا بقى لازم يعني تكون التتبيله من جوه هي التتبيله محترمه. صح كده، برافو عليك. محترمه هو يعني. السمك تتبيله بجد، اه صح صح، لا برافو عليك. ولازم، وفي يعني اما كمان بيتقلي، احنا عشان نقليه ويقرمش من جوه، التتبيله دي كمان نحب ناكلها. مهم. يعني نحط له حبه دقيق بسيطه كده جواه، مهم. ان هو ايه كل ده هيستوي بقى من جوه التتبيله دي. هنحطه بقى في دقيق كده عادي باودر، ولا هنحطه في، دقيق ولا مثلا. في اللي بيعملوا لهم في يعني بعض الناس بتعمل له التتبيله بالعجينه والميه؟ لا انا بعمله عادي. عادي عادي. بنمضره بس اه بالدقيق فقط. دقيق وعليه مثلا معلقه نشا. تمام. نشا.
عشان وملح. يحمص ويبقى حلو كده. وملح وكمون، نتبل الدقيق بس. تمام. دقيق مش بودره اكتر. عادي، الدقيق بنصبه عادي ونحط عليه معلقتين نشا ونحط يعني حبه مثلا لو كوبايه كمون. دقيق او كوبايه ونص دقيق، اه هنحط عليه معلقه نشا نشا او معلقه بس. ونص نشا، معلقه الاكل يعني. تمام، عشان ايه اللي عايزينه مقرمش ويبقى لونه حلو. ايوه، عايزين النشا ده نقرمش بيعمل لونه كده. حلو. تمام. تمام. وهنحمره في زيت ايه طبعا، ايه حامي جدا هو علشان يبقى يكون الزيت يكون سخن، بعد كده النار تبقى نعلي. متوسطه. اه لا، تبقى متوسطه عشان يستوي، عشان تمام. هو نفسه يستوي من جوه كويس. وطبعا ما يكونش زيت كتير، يعني هو بس يا دوبك يغطي السمك بس، مش السمكه. اكتر. والله دي معلومه برضه مهمه، تخيلي لا، انا هو كنت فاكره علشان، انه لما نحط زيت كتير يبقى يعني يستوي بسرعه اكتر. لا اصل هو ليه معدل في السوا. تمام. هو احنا لا عايزين ان هو اصل هي يبقى زي النار. شايفين السمكه كده برضه لا، صح؟ والنار عاليه عليه كمان. الا هو هيبقى هياخد من بره الكفر بتاعه، مهم. ومن جوه هيبقى ني. فاحنا تمام. مش عايزين كده، طيب احنا عايزينه يستوي من تمام. جوه ومن بره. طيب هناخد بقى مع حضراتكم فاصل ونرجع بقى هنعمل حاجه تانية يا امينه ولا ناخد لا، فاصل بعد عشان الفاصل بقى نستعرض؟ هنعمل هناخد فاصل نرجع تاني نستعرض مع حضراتكم سلطه قائمتنا الرنجة. النهارده في عيد الفطر المبارك. وبنظبط طبعا القايمه بتاعتنا لانه التسبيق ده حاجه مهمه وحلوه جدا. ها شيف امينه، خلصنا كده الرز صياديه اهو والسمك. ايه تاني عندنا؟ هنعمل تاني سلطه. عندنا بقى المفروض اللي احنا ناكله اصلا في العيد، اللي ايه هو بقى؟ سلطه الرنجه الرنجة طبعا، او الرنجه الرنجة. ماستر سين. اه اكبر مشهد في كل البيوت المصريه. لا، يعني هي بتتاكل بقى بكذا طريقه. يعني في اي ناس بتحب انها تحطها على البوتاجاز اي في طاسه. اي آم، يعني ايه، تتحمر كده، اه جلدها ينشف خالص، اه وتتاكل كمان بزيت طحينه ليمون. بس تمام. دي وفي طريقه بتاعتنا بتاعت زمان، ان اه احنا نشويها شويه على النار. نشويها على البوتاجاز. الطريقه الجديده بقى مش كده، الحديث بقى يا جماعه احلى يعني. الحديث احلى، اه ماشي، مهم. مش هنقول لا. ان احنا الحديث نخليها احلى. ونحطها في زيت زيتون وليمون على دي ني. الايه. ني تبقى نيه يعني. ان احنا وفي نخلي تخليها، ايوه بالظبط. الخلي بس. ونحط في زيت كده. زيتون وليمون، دي لا، وفي خطيره برضه. كمان طريقة تانية بتتحط ايه على بقى؟ البوتاجاز. بنجيب طاسة مم. فيها معلقة زيت أو معلقتين زيت، تمام. ونحط شوية بصل مم. صغيرين ياخدوا يتدبلوا سنة بس. ايوه. بعد كده نحط عليها طماطماية مم. برضو تنزل ميتها. وبعد كده نحط الرنجة. لا والله دي بقى دي اول مره اسمعها. لا، وتاخد مش انا في برضو ان احنا سمعتها كانت بنعملها يعني تغذيه عليها صح؟ تغذيه. تغذية على تمام البوتاجاز. تمام. خلاص، وتتقلب طعمها بس بيبقى حلو برضه. تقلبتين كده. طبعا بيبقى حلو. يعني هو تمام. هو اصل الاكل اذواق. بنقول لكم افكار طبعا كتيره، احنا قلنا كده الرنجه ثلاث اصناف، فطبعا ده 3 لحضراتكم اصناف. عشان اللي عايز كل يعمل واحد يعني. بقى ياكل اللي تمام. هو عايزه. بص، احنا هنا معانا طبعا عشان السلطه بقى السلطه مع بتاعتنا. الشيف امينه، اتفضلوا. السلطه بتاعتنا هنعمل ايه؟ احنا شايفين بصل وشايفين فلفل الوان اه وشايفين طماطم، في طماطم ولا ايه؟ لا، ده لا فلفل فلفل احمر. الوان، فلفل احمر، الوان. فلفل لا، احمر الطماطم اخضر اصلا. بتغير. يعني لو الطبق زي ده اه فضل منه جزء، الطماطم هتغير ريحته في اه الطماطم، علشان تمام. صح مهما صح. كانت جامده عمرها قصير بتغير في الريحه في على المده. طول. احنا طيب هنحط احنا هنا حطينا اهو زي ما انتم شايفين مع فلفل الشيف امينه اصفر، عامر، حطت فلفل الوان وفي بصل. فلفل اخضر. تمام. اللي وفي عايز بصل. بصل اوكي يا جماعه، مش عايز براحته يعني. براحتنا. ما كده كده احنا بس ممكن احنا بنعمل خارجين من جنبيها طبق صيام بصل. فنفسنا خلاص يعني، عارفه اللي هو ايه. احنا نفسنا قوي في البصل الاخضر ومش عارفه ايه اه والحاجات اللي هي الحرشه بتاعت زمان دي. لا، وفي ناس زي ما حضرتك قلتي مثلا بتبقى هي عامله جنبها طبق بصل اي اي مقطعاه اللي عايز شرايح، ياخد. تمام. وعليه بقى خل وليمون، خل وليمون جزء وايه تاني؟ زيت. تمام، ونقلبها بس كده. اه وهي طبعا الشيف امينه لو وريتنا الطبق مع الاستاذه ايمان هتلاقينا مقطعاها مكعبات صغننه. مكعبات. ما هي فحلوه دي قوي. بقى الرنجه اللي هي النيه المخليه. ايوه. احنا نخليها امم وبتبقى كده على طول، يعني مش والخلي سهل بتعوز. قوي يا جماعه والله. يعني ادخلوا على النت كده شوفوا خلي الرنجه هتلاقوها سهله سهله جدا، من عند جدا. راس بنفتح فتحه مستقيمه كده ونطلع ايه بالسكينه هي الراس البت. اه تتشال والديل يتشال ويتفتح من بس. ورا، اه والقشره بس بتاعتها تتشال، تتشد. عادي جدا. عادي في ناس جدا. تحطها في ميه سخنه على فكره بس لا لا مش لا، حلو، تتزفر. لا هتبوظ. لا لا. هتزفر. لا، تمام. هي اصل كده وهي الميه مع على ني. الرنجه لا هتبقى صعبه جدا. تمام.
طبعا بقى عشان نقدمها ايه وشكلها يكون حلو. مش حتى الناس برتقال مع الليمون؟ ده برتقال صح؟ اه لا. برتقال، حلو لازم قوي. نحط البرتقال في اي حاجه. دي اللي هو يعني كوكتيل بقى يعني بجد. رنجة رائع رائع رائع. لا وفي مثلا لو حد بيعمل دايت مهم. بلاش ياكلها بعيش، ياكلها مع الخس الكابوتشا ده. انا مهم. اعرف ناس يعني مهم. عامله الخس ده مع هو رنجة العيش. ولا اه انا اعرف تونة ومكرونة اللي هي شيري طماطم شيري شيري طماطم اه. وزيتون اسود، ويعني دي اسمها سلطة حلوة قوي. لا يعني انا اعرف ناس اه صحابي حلوين، بالرنجة بقى. آه طب حلو. يعني بدل العيش امم هم عاملين تمام الخس ده عيش. تمام. بقى تعالي بقى نحط لها ده الصنف التاني واحلى صنف بصراحة. احلى صنف. ريحته رهيبة. ما ما قلنا الحمد لله احنا فاطرين يعني. اه ما ريحته رضناش حلوة نجيب قوي. فسيخ يعني بقى السمك ما عشان ما عملش حدش هيحب. الهيصة بتاعت الرنجة. تمام. يلا بقى. نحط بقى هنا. الحلو بتاعنا هيبقى ايه؟ الحلو بتاعنا هنعمل فروت فروت سلاد. سالاد بقى، حاجه ايه ترتب علينا بقى اه بعد الحاجات الحلوه دي اه كلها. تمام. طب انا شايفه انت هحط حاجات كتير قوي مش هنستعملها دي ولا ايه؟ ضيافه العيد. اه ضيافه العيد بقى. احنا ضيافه لسه العيد هنقول بقى ضيافه اه. العيد ازاي نضيف احبابنا واصحابنا واخواتنا. ضيافه وطبعا العيد ينعاد عليكم بعيد بكل الخير والسعاده عقبال العيد الاضحى ان شاء الله. يا رب وتبقى برضو امين عامر معانا. باذن الله. ودي هنا سلطه طبعا بكل بيوت مصر فيها كحك بسكوت اه وبيجي فول وغريبه وكوكس وكل حاجه ايه. دي هنا سلطه بطارخ. تمام. تمام. البطارخ. سلطه طب احنا بطارخ ما اه. قلناش بتاعت البطارخ دي خالص يا امين. لا يا اقولها، امين. اقولها طب دي حاضر. البطارخ يا جماعه اللي هي جوه الرنجه. دي هنا سلطه بالبرتقال، سلطه عاديه جدا بتاعتنا بس عليها برتقال مهم. وبنجر. دي سلطه ايه؟ برتقال وبنجر. سلطه عاديه جدا. السلطه اللي هي طماطم، الخضراء او طماطم خيار. طماطم خيار اه جزر مم. جزر تاني ايه بصل تمام. وهنحط عليها هنزوقها بالبرتقال. لا وفيها قطع برتقان، يعني اه انا بس مش اهي عايزه امسكها، فيها اهي قطع اهي برتقان صح صغيره صح اه. وبنجر. مم. بتبقى طعمها حلو وهنزوقيه جدا. بالبرتقال حلو قوي. اه بتبقى فيتامين طعمها سي، وده حلو طبعا عيش جدا. طري اكيد بلدي عيش بلدي معانا. بقى، العيش البلدي طيب بتاعنا. احنا هناخد بقى فاصل مع حضراتكم، نرجع تاني بقى نستكمل حوارنا مع الشيف امينه عامر. الاخر صنف عندنا اللي هو الفروت سلطات. هنرجع تاني وطبعا بنستقبل كل ضيوفنا بكل السعاده، وكل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم. والله دي طحينه. البطاريخ لسه بنقول اهو قبل الفاصل، اثناء الفاصل بنقول ان ده بيتحط، البطاريخ دي بيتحط عليها طحينه. بطارخ البطاريخ بطارخ وزيت الب- وخل اه وطحينه اه. وبابريكا بس عشان تعزز اللون بتاعها. طب في تفصيله لازم نقولها بامانه هنا، البنجر يا جماعه ايه بقى؟ بنجر مبشور مش مبشور مش مش اهو، مسلوق. مش مسلوق. مش مسلوق والبرتقان برضو والبرتقان ني مش عادي عادي عشان نقطعه عادي البرتقان زي عليه. اكن احنا هناكله ونروح مقطعينه يعني مكعبات السلطه صغيره العاديه ونحط. بتاعتنا زائد بس الايه البنجر والبرتقان. اه بس بس بتبقى حلوه طعمها جدا. طعمها خطير بتقول حلو لك. ميكس على الحلو مع الحادق بيبقى تحفه. على ضمانتك. لا على ضمانتي ان شاء الله على هتعجبك. ضمانتك اكيد. وطبعا ده طبعا اللي واخد قلبنا ده اه طبق الضيافه يعني اللي هو بتاعتنا الكحك والبسكوت والحاجات الفظيعه لازم، دي. ده حاجه اساسي. هنقدم بقى الفروت سلاد. فروت سالاد بتاعنا تمام. فراوله، تفاح احمر، الفاكهه الموجوده بقى. المتاحه بلاش تفاح حلويات اصفر. شرقيه بقى. نستبعد الحلويات الشرقيه شويه عشان احنا خلاص يعني في لا رمضان. ما هو خلاص كلنا بقى. لما قلنا بس حلويات شرقيه. نرجع بقى للفاكهه تاني وبند تمام الفاكهه الجميل. قلنا فراوله تفاح احمر تفاح اصفر تمام. كيوي موز. تمام. يعني يلا. انا حابه ان انا ايه ما اخلطهوش على بعض واعمله طبقات. طب انت في تالي هيبقى الكوبايه. شكله انا فاكره يعني هتقدميه كده. تمام. هيبقى شكله حلو. هنحط ايه بقى تمام. عليهم تاني؟ ده وعصير الموز برتقال. كده. هنحط عليهم اي عصير حابين، عايزين برتقال نعمل فراوله عصير في كيوي. البيت فريش بالظبط. مثلا متاح مانجا تمام مش متاح كانتالوب. ممكن نعمل عصير موز على فراولة مقاديرنا معاكم هي على الهوا هيبقى حالا حلو تنزل لكم. جدا. آه،
او ممكن اي عصير من بره عادي نشتريه تمام. لو احنا مثلا مش عايزين. برضو دي بتاعتنا احنا في البيت بقى براحتنا. وادي الفراوله. يعني اجمل حاجه في مصر ان كل حاجه موجوده الحمد لله. الحمد لله. ويعني على مدار شهر رمضان كله كل حاجه الحمد لله، ما كانش فيها ازمات، ما كانش فيه اي حاجه، احنا وضيوفنا، فحاجه جميله جدا. طيب احنا عصير بقى كده حاجه بسيطه. هي حطت كل الفواكه هي على بعضها، وحطت عليهم اي عصير بقى عندكم، اي عصير برتقال، متاح في مانجا، البيت. كيوي، فراوله، اللي انتوا عايزينه حطوه طبعا حسب الرغبه. يعني كده يعني ايه، كده احنا بوظنا بقى يعني رجيم رمضان كان باظ، ورجيم العيد كان باظ. بعد العيد هنشوف ايوه هنعوض باذن الله. هنعوض بقى، هنخس تاني. حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف امينه، نورتينا بجد، حلو قوي قوي. حبيبتي. وطبعا شايفين القايمه قدام حضراتكم، يعني استعرضي بقى معانا عشان مشاهداتنا هنقول اعزاء. طبعا الاول كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد علينا. معانا هنا سمك مقلي ورز صياديه، سلطه خضراء بالبنجر والبرتقال، ومعانا سلطه رنجه، وهنقدم معاها سلطه بطارخ، وطبعا بقى الكحك بتاعنا وللتحليه فروت سلطه وترمس وحمص بقى. تسلم ايدك، حبيبتي تسلمي، ربنا نورتينا في يخليك. العيد. ربنا يخليك. شكرا ليكي. نور. كل المشاهدين هنروح مع حضراتكم للجزء الثاني من حلقتنا، هتكون مع مين هتعرفوا حالا بعد هذا الفاصل.